مساء الفل. ركب معايا عميل امبارح بالليل من مدينة نصر، رايح محطة القطر اللي في الجيزة. الراجل مديني 100 جنيه مشوار، فضحكت فاديته أعلى سعر 140 جنيه، فقبل. رحت له، وقفني بتاع 10 دقايق، رنيت عليه، رد عليا معلش انا نازل لك وما تمشيش. استنيته، وقفت بتاع 5 دقايق تانيين، رنيت عليه، انا نازل لك حالا وما تمشيش، وعمال ياكد عليا ما تمشيش ما تمشيش، وانا عادتي بلغي المشاوير اللي زي دي. العميل يتاخر 5 دقايق، انا بلغي المشوار. المهم استنيته، نزل معاه شنط كتير وشنط سفر، ومعاه والدته ومعاه مراته وبنته. ركب الساعة 8:15 العربية. فين يا باشمهندس؟ قال لي محطة القطر. الساعة بقت 8:15. بيقول لي يلا بقى بسرعة لو سمحت، أنا عايز 8:30 أبقى فين؟ في محطة القطر من مدينة نصر للجيزة. عايز يوصل في في 10 دقايق. قلت له لا، أنت كده راكب طالب حاجة غلط. قال لي قلت له أنت كده المفروض تطلب طيارة مش عربية. 10 دقايق اللي هتوصل فيها من مدينة نصر لمحطة القطر؟ قعد يقول لهم مش أنا قلت لكم وما قلت لكمش، وانتوا اللي اتأخرتوا والقطر هيفوتنا، ومعلش وامه بقى معلش يا ابني، حاول تجري بسرعة وبتاع. قلت لها يا حاجة أنا ما بحبش الجري، أنا في بدرات وفي طرق وفي سلامة، أوصلكم بالسلامة، هعمل أحسن ما عندي وإن شاء الله توصلوا في ميعادكم، بس مش هتوصلوا 8:30 دي، يستحيل يعني. ومشيت ووصلتهم الحمد لله 8 حاجة و40 دقيقة يعني، بفضل الله. المهم ان الراجل بنته عمالة تلعب في العربية من ورا، وانا مش مركز مع بنته، انا مركز مع مع الطريق. بصيت لقيت الكفرين بتاع السماعات مخلوعين، وانا كنت لسه غسل العربية، فلقيت بقى فشار، ولقيت العربية بقت من ورا حاجة ما يعلم بها الا ربنا. اتضايقت طبعا، وقلت له بص، العربية بنتك عملت بس على العموم الحق القطر بتاعك وتوكل على الله. وبصراحة الراجل اداني فلوس زيادة ومشي يعني. تمام تمام.